كتر قعدته مع الستات بهتت عليه. خبير التجميل سامر خزامي قرر يغير طريقه وساب الرجولة ومسك في الأنوثة، وبيدور على عريس يقبل يتجوزه مقابل 10 مليون دولار. ده غير العز والنعيم اللي هيشوفه لو وافق، وكل ده مقابل شرط واحد وبس. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. مين فينا ما يعرفش خبير التجميل اللبناني سامر الخزامي، صديق النجمات والفنانات، وأي ميك اب حلو بنشوفه على فنانة لازم يكون هو اللي عامله. وسامر لا هو أول ولا آخر ميك اب ارتست راجل، لأن كتير من الرجالة بقوا واخدين الشغلانة دي كهواية، وإنهم بيحبوا الألوان والمكياج أو كمصدر رزق بعد ما ضاق عليهم الحال. وفي الأول والآخر الشغل مش عيب، لكن سامر واضح إن الشغلانة مش بس هي اللي عجبته. في الأول بدأ يتصرف تصرفات غريبة قوي، زي إن هو يلبس كعب وهدوم ضيقة ومكشوفة، وما بقاش ينزل في أي مكان غير وهو حاطط مكياج. في الأول قال إنه عادي وإن كل اللي بيعمله ده موجة وترند، لكن بدأت الناس تحس إن الموضوع جد مش هزار لما عمل سيشن عيد ميلاده. طب اشمعنى؟ لأن وقتها سامر ظهر في السيشن من غير أي هدوم تماما، والسيشن ده قلب الدنيا وقتها، والناس ما كانتش ليها سيرة إلا هو. ودلوقتي بعد شهور رجع سامر ظهر للساحة من تاني، وهو بيدور على عريس يرضى يتجوزه، لكن عنده شوية شروط. أولها إنه يقبل بسامر زي ما هو وما يبقاش عايز يغير فيه أي حاجة، وثانيا إنه ما يجيش بعد فترة يزهق منه ويسيبه. والجوازة دي المقابل منها إن اللي هيتجوزه هياخد 10 مليون دولار، لكن طبعا على شرط إنه مش هيبقى حر التصرف فيهم، علشان طبعا ما ياخدهمش ويخلع ويسيبه. هو هياخدهم بعد عمر طويل، لكن طول ما هو عايش مع سامر هيعيش أسعد أيام حياته. الناس اتقسمت لرأيين في الموضوع ده. جزء قال إنه الكلام عن الجواز ده ترند مش أكتر، وإنه الناس بتستغل اللي سامر بيعمله في إنهم يطلعوا عليه إشاعات وكلام ما حصلش. ومش بس كده، دول بيحاولوا يهدموا موهبته وشغله في المكياج. يعني من الآخر هما بيدافعوا عن سامر وشايفين إن الناس عايزة تستغله بشكل كبير علشان شهرته، وبتحاول تحط اسمه في أي كلام من ده. وناس تانية شايفة إن الكلام حقيقي، وفعلا سامر بيدور على عريس، والسبب في ده تصرفاته اللي اتغيرت 180 درجة. يعني فعلا مش ناقصة غير إنه يستقر أخيرا ويتجوز. دلوقتي جه دوركم تشاركونا الرأي، شايفين فعلا إن موضوع العريس ده بجد ولا ترند مش أكتر؟ وهل فعلا في حد ممكن يوافق بالعرض لو حقيقي ويقبل الجواز علشان خاطر 10 مليون دولار؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.